أهلا بكم. أعلن نادي ريال بيتيس رسميا التعاقد مع الجزائري رياض بودابوز قادما من مونبلييه. وذكر النادي الإسباني أن اللاعب الدولي الجزائري وقع عقدا حتى عام 2021، وستكون هذه تجربته هي الأولى لبودابوز خارج الملاعب الفرنسية بعد أن سبق له اللعب مع سوشو وباستيا ومونبلييه. وذكرت تقارير إعلامية أن الصفقة كلفت خزائن ريال بيتيس 7 ملايين يورو. رفض نادي ليفربول عرضا بقيمة 100 مليون يورو من برشلونة للتخلي عن البرازيلي فيليب كوتينيو. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن نادي ليفربول رفض هذا العرض لعدم نيته بيع اللاعب الذي يعتبر أحد العناصر الأساسية التي يعول عليها ليفربول. وقد أكد النادي في أكثر من مناسبة أن كوتينيو ليس للبيع بأي سعر. أعلن نادي فنرباتشا التركي أنه توصل إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع المهاجم الإسباني روبرتو سولدادو. وذكر النادي في بيان له أنه تحدث مع نادي فياريال الذي يلعب له المهاجم ونجح في الوصول معه إلى اتفاق. وأضاف فنرباتشا أنه سيواصل التفاوض مع سولدادو حول البنود الشخصية بعد وصوله إلى اسطنبول، على أن يتم بعدها الإعلان الرسمي عن الصفقة لتواصل الأندية التركية بذلك ظهورها القوية في موسم الانتقالات الصيفي. أعلن نادي شتوتغارت العائد مجددا لدوري الدرجة الأولى الألماني تعاقده مع الظهير الأيسر دينيس أوغو لمدة موسمين في صفقة انتقال حر. بعد قضائه 4 أعوام في صفوف شالكي قرر أوغو عدم تجديد عقده مع الفريق ليقوم شتوتغارت بضمه إلى صفوفه، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها لاعبه إيميليانو إنسوا مؤخرا. وقد صرح أوغو بأنه لم يتردد كثيرا عندما تقدم إليه شتوتغارت بعرض التعاقد. بارتوميو رئيس برشلونة أن البرازيلي نيمار هو من قرر الرحيل وليس النادي، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يحترم قرار اللاعب لكنه لا يؤيد اختياره. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بارتوميو في الاجتماع 38 لروابط مناصري برشلونة. نحترم قراره. نيمار كان جزءا من نادينا ومن انتصاراتنا في الأعوام ال4 السابقة، لكنه الآن أصبح من الماضي. لقد أراد المغادرة، لقد كان قراره، وقد فعلنا ما بوسعنا للاحتفاظ به. صحيح أننا لا نوافقه الرأي، لكننا نحترم قراره. هذا لا يعني أننا لن ندافع عن مصالح النادي كما يدافع هو عن مصالحه. هناك حدود لكل شيء، وما من لاعب فوق برشلونة. في الموسم الجديد لن نتحدث عن الثلاثي الشهير، وإنما عن الفريق بأكمله وعن طريقة لاعبنا، خاصة وأننا نمتلك اللاعب الأفضل في العالم ميسي، والذي سيبقى قائدنا. وفي شأن متصل بأخبار برشلونة، شن المحامي جوان لابورتا الرئيس السابق للنادي الكتالوني شن هجوما حادا على الإدارة الحالية. لابورتا وفي حوار حصري أجراه مع موقع جول أكد أن إدارة بارتوميو تقوم بهدم العمل الذي قام به خلال فترة رئاسته والتي امتدت من العام 2003 حتى 2010. هذا وأضاف بالحديث أن هناك العديد من الأمور تتغير وأن هذه الإدارة غير قادرة على قيادة الفريق للبطولات ولم تعد تولي اهتماما لمدرسة لاماسيا. ذكر أيضا أنهم للأسف تسلموا أفضل فريق في تاريخ برشلونة ولكنهم لم يحافظوا عليه، بل أن الفريق ابتعد عن أسلوبه الخاص في اللعب. هذا وصف لابورتا الإدارة بأنها الأسوأ وأنها فاقدة للمصداقية بل وتعيش في حالة تخبط. رجحت تقارير صحفية إسبانية إمكانية عودة أردا توران لاعب برشلونة إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الشتوي. صحيفة ماركا المدريدية ذكرت أن اللاعب التركي يواجه صعوبات كبيرة في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب أرنستو فالفيردي، من قبله أيضا لويس أنريكي، مما ينبئ بأن توران سيطرق أبواب ناديه السابق الروخي بلانكوس، وذلك خلال موسم الانتقالات الشتوية، حيث سيسمح في تلك الفترة لأتلتيكو بعقد صفقات بعد انتهاء العقوبة المفروضة عليه وحرمانه من تسجيل لاعبين جدد.
في آخر تطورات قضية انتقال البرازيلي كوتينيو لبرشلونة، أكدت صحيفة ماركا أن النادي الكتالوني يخطط لأن يخوض اللاعب كأس السوبر الإسباني الأسبوع المقبل. برشلونة الذي أرسل ممثلين عنه إلى إنجلترا لحسم الصفقة مع ليفربول حسب وسائل إعلام مقربة منه سيسعى لأن ينهي جميع ما يتعلق بانتقال كوتينيو إلى الفريق قبل الأحد المقبل، حيث موعد ذهاب الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد. شرط كوتينيو للتوقيع لبرشلونة، هذا العنوان نطالعه في صحيفة موندو ديبورتيفو. كتبت الصحيفة أن كوتينيو الذي يعد من الأهداف الكبيرة لنادي برشلونة في سوق الانتقالات لم يخفي رغبته في اللعب للنادي الكتالوني وفي أن يصبح لاعبا في البلاوغرانا في الأيام المقبلة ليلعب إلى جانب صديقه المفضل لويس سواريز. لكن كوتينيو يشترط أن تتم هذه العملية بسلاسة تامة وأن يكون الاتفاق وديا وخاليا من الضغوط على ناديه الحالي ليفربول. وأضافت الصحيفة أن كوتينيو يشدد على أنه لن يغادر الأنفيلد وعشاق ليفربول غير راضين عن الصفقة. فاللاعب الدولي البرازيلي الذي كسب احترام عشاق الريدز يرغب في الحفاظ على احترام محبيه. دائما في إسبانيا، حيث نقرأ في صحيفة آس سيبايوس أقنع زيدان. الصحيفة نشرت أن داني سيبايوس الذي سيحتفل بعامه 21 يعيش أجواء رائعة منذ انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، ومن المتوقع أن يخوض دقائقه الأولى رسميا مع نادي العاصمة في كأس السوبر الأوروبية أمام مانشستر يونايتد، وذلك بعد أن أكد حضوره القوي في جولة النادي الملكي في الولايات المتحدة. وأضافت أن سيبايوس الذي انضم للريال بعد مفاوضات شاقة سرعان ما تجاوب مع أسلوب المدرب زين الدين زيدان وحقق انسجاما سريعا مع زملائه في الفريق، ما يؤهله للمشاركة في المباريات الرسمية. ونختم هذه الجولة العالمية مع صحيفة ليكيب الفرنسية التي سلطت الضوء على تخوف الاتحاد الكاميروني من تصريحات رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم أحمد والتي نفى فيها أن تكون الكاميرون جاهزة لاستضافة كأس افريقيا 2019. كتبت الصحيفة أن الاتحاد الكاميروني تلقى تصريحات رئيس الكاف بشأن عدم أهلية البلاد لاستضافة الحدث الكروي الافريقي باستياء بالغ. وكان أحمد قد صرح في وقت سابق بأن كل ملاعب الكاميرون غير قادرة على استضافة مباريات من هذا المستوى، وبالتالي باتت الكاميرون مطالبة الآن بإقناع المفتشين والخبراء الذين سيزورونها أواخر الشهر الحالي بقدراتها على استضافة كأس أفريقيا 2019. وفي هذا السياق أضافت ليكيب نقلا عن الاتحاد الكاميروني أنه يرحب وبروح بناء بجميع بعثات التفتيش التي سينتدبها الكاف. هي لعبة لكسر العظام بين كبار أوروبا، بطل الشامبيونز ليج في مواجهة بطل اليوروبا ليج ريال مدريد رفقة زين الدين زيدان ومانشستر يونايتد بمدربه جوزيه مورينيو. اختلفت الرؤية بين الطرفين على أمر تشكيل كل فريق على حدة. من سموه سابقا بالمحظوظ أعلن علو كعبه عندما حاز الألقاب تباعا وأثث بها القصر الملكي، وأيضا هيبة الميرينغي في الساحة العالمية، معتمدا على تركيبة لا تتغير ومفسحا المجال لشباب كانوا في الظل لولا منحهم هذه الفرصة لإبراز مواهبهم. زين الدين زيدان الذي استطاع إقناع كريستيانو بمبدأ المداورة كان سهلا عليه إقناع إدارة النادي بالاعتماد على لاعبين لا تتجاوز أعمارهم 24 سنة. داني سيبايوس، خيسوس فايخو، تيو هرنانديز وأشرف حكيمي هي أسماء يحاول زين الدين زيدان رسم مسار لها في البيت الملكي علّه يحتاجها مستقبلا. يكون بذلك زيزو وقع على فكرة مختلفة لم تكن عند ريال مدريد. في الجهة الأخرى من كانت له مفاتيح البرنابيو سابقا وجد نفسه حارسا على بيت الشياطين الحمر في إنجلترا محققا لقبا لم يكن في خزانتهم من قبل. البرتغالي جوزيه مورينيو كان عكس تيار زين الدين زيدان ولم يؤمن إلا بالنجوم كمصدر للفوز.
وهو الأمر الذي جعل إدارة النادي تنفق كثيرا من الأموال من أجل ذلك. ولبوغبا الفرنسي حكاية مع اليوروهات التي لم يستطع إثبات أحقيته فيها في الموسم الماضي، مع العلم أن راشفورد يشكل الاستثناء في بيت مانشستر يونايتد. بين الاثنين هناك مرآة عاكسة لكل مدرب على حدة، وحدها الكأس ستوضح المعالم أيهما استطاع أن يحضر فريقه جيدا.